السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيد الخلق حبيبي يا رسول الله. شفتوا بقى الجمال النهارده بقى جايلكم فيديو مفرح جدا. وهي حفلة التخرج بتاعتي. كانت حاجة تعبت عليها كتير قوي والله العظيم وسنين كتير، الحمد لله. والحمد لله بفضل من ربنا حققتها. كان نفسي احقق حلم زي ده وربنا كرمني والحمد لله حققته. ربنا يفرحكم باولادكم يا رب وتفرحوا الفرحة اللي احنا فرحناها دي. اتفرجوا بقى معايا كده الفيديو من اوله لاخره كده ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. كملوا بقى الفيديو معايا بالصوت كده وعلى طبيعته. هنا كنت لسه يا دوبك واصله القاعه. طبعا هنا كان يعني قرب المغرب، كان خلاص الليل بدأ قرب يليل. انا كان المفروض ميعادها الساعه 4 العصر او 3 بالظبط اكون هناك عشان الحفله تبدأ 4. انا طبعا واصله الساعه 6:30، دايما متأخره في كل حاجه. ف فهنا كنا وصلنا بقى، وكنت لبست بقى الروب وجهزت نفسي طبعا عشان نحتفل بقى انا وزمايلي. كنا فرحانين وكانت فرحة بجد، وكان الوقت قليل جدا اللي قعدنا مع بعض، بس كانت جميلة جدا وكانت الحفلة روعة زي ما انتم شايفين كده. هي بصراحة ربنا يعني كفاية الفرحة، يعني تعبت بس بصراحة يوم الحفلة انا ما حسيتش بتعب، انا ما حسيتش غير براحة نفسية. حسيت بفرحة، حسيت بتعب ربنا عوضني. حتى التعب اللي انت تعبتيه طعمه بيروح في ثانية. تخيلي تتعبي سنين، 4 سنين تعب، وفي الاخر في ال4 سنين دول في ثانية تحسيش انت تعبتي اصلا. على قد المجهود واللي بذلتيه او التعب اللي تعبتيه والفلوس اللي صرفتيها، ما بتحسيش بكل ده في بس ساعة ولا حاجة ولا ساعتين بتقضيها كده في 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 حفلة تخرج او في تكريم. فطبعا بتكرمي بتفرحي، اللي حواليكي بيبقوا فرحانين بيكي جدا. بتكوني شرف ليهم. انا والدتي كانت فرحانه جدا، بقيت اقول لها طب ما لو انا بقى مكمله وانا صغيره، يعني انا مكمله تعليم مفتوح، لو انا صغيره كنت هتبقي ايه بقى؟ ده قعدت تعيط وبقت حضناني، هتشوفها في الفيديو شكلها عامل ازاي. وكانت اليوم ده اللي هي جايه فيه من السفر، كانت جايه من السعوديه. هي ماشيه قدامي، هي دي اللي لابسه طرحه البيج دي. جت كانت اليوم ده جاية من المطار، يعني يا دوبك جت اليوم ده كان يوم الحفلة. هي جت من السعودية، وكانت بصراحة ربنا كانت وعدتني ان لو ربنا كرمها وجت يوم الحفلة، حتى لو لسه نازلة من الطيارة فهتطلع معايا على الحفلة على طول. بس احنا رجعنا على البيت، غيرت هدومها وارتحت ساعة كده بالظبط، واتحركنا على طول على الحفلة. كنت مبسوطة جدا ان هي حضرت معايا، لان كنت هبقى زعلانة وكنت عيط، لان انا اصلا يعني اذا كنت موجودة في الحفلة دي فانا موجودة عشان افرحها هي اكتر، لان هي بصراحة ربنا كانت كل ما ارجع لورا خطوة اقول لا مش قادرة اكمل. الموضوع صعب عليا مع ولادي، مع شغل مش عارف، مع بيت، فالموضوع صعب عليا. فكانت تقول لي لا، كانت هي اكتر حد بتحفزني، وكانت تقول لي لا لازم تكملي مشوار وبدأتيه فتكمليه لازم للآخر. فحتى انا كنت عايزه اجل سنه من السنين، كنت عايزه اجل سنه فرفضت تماما، قالت لي لا مش هتاجلي. جيت بس ترمين اجلتهم، كنت تعبانه منهم. ترم عامله فيه عمليه، فاضطريت ان انا كنت اجل لان مأجله قبل الامتحان باسبوع. فكل ما كنت اجي اقول لها لا مش قادره اكمل، هي اللي كانت بتحفزني وتدعمني صراحه. وهي دايما الدعم لينا بصراحه، هي اللي بتدعمنا وبتقف جنبنا ومساعدانا كلنا، سواء بقى انا ولا اخواتي صبيان وبنات. ربنا يجازاها خير يا رب على اللي عملته معانا. كانت الاب والام بعد والدي، ربنا يبارك فيها ويصفي عمرها، وهي تستاهل العمره وتستاهل الحج كمان. تستاهل العمره اللي عملتها، ربنا كتبها لها وراحت وجت. ربنا يتقبل منها ومن أمة محمد. هنا بقى طبعا انا رايحه جايه عليها، انا مش عايزه اتعبها لان هي كانت جايه تعبانه جدا. فانا كل شويه اروح وارجع لها، يعني هي مش انا عدتها قلت لها ما تقوميش بقى خلاص عشان ما تتعبيش نفسك. بقيت اروح وارجع ليها على كل شويه عشان افرحها معايا. بصوا بقى، يعني مش قادره اوصف لكم. انا كان بجد الفيديوهات انا بسجلها يعني بالصوت والصوره، بس باجي ارفعها طبعا مرفوض بيتعمل له الفيديو ما بيحملش، ما بيرضاش يتقبل بالصوت، طبعا عليه حقوق طبع ونشر زي ما قلت لكم قبل كده. فالفيديوهات بضطر ان انا منتجها بصوتي. بيبقى نفسي تكوني حاضرين معايا
بصوت وصورة، وتسمعوا الفرحة اللي في الناس اللي كانت موجودة كلها. يعني كم من الناس اللي كانت معانا اكتر من الناس اللي كانت بتتخرج، يعني اهالينا كانت اكتر مننا، ومن الفرحة اللي هم كانوا طبعا فرحانين جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هنا بقى كانت بدأت الحفلة اول حاجة طبعا بالقرآن الكريم، وبعد كده بتواشيح كانت تحفة، صوت حد ممتاز، كان نفسي تسمعوا الصوت ده حد. ربنا يا رب يبارك له ويجازيه خير ويجعله في ميزان حسناته. كان بيقرأ قرآن أول حفلة طبعا بدأوا بالقرآن الكريم، وبعد كده بتواشيح إسلامية وأغاني دينية، وبعد كده بدأوا يفرقوا كل واحد بقى الدرع بتاعه يستلم بقى ويتكرم. ف مش عارفة اقول لكم قد ايه كان اليوم جميل جدا. اليوم كان قليل جدا بسيط جدا، يعني الوقت كان فيه قليل جدا، انا ملحقتش يعني ما فرحتش زي ما انا كنت عايزة، يعني انا كنت عايزة افضل اكتر. وزمايلي بقت يعني الناس كتير جاية من البلاد صراحة، يعني كانت في ناس جاية من بلاد بعيدة، فكان للأسف حاولوا يعني طبعا يعني يلخصوا الوقت علشان الناس بس. دول كانوا الدكاترة الأفاضل طبعا اللي هم كانوا في ظهرنا، وهم اللي كانوا بيدعمونا. تعبوا معانا صراحة، الدكاترة كلها كانت بتتعب معانا أيام الامتحانات دي والله، لأن كلنا طبعا تعليم مفتوح فما بنحضرش غير يوم الجمعة، ومعروف طبعا التعليم المفتوح حضور يوم الجمعة بس. طبعا ناس كتير جدا عشان شغلها، اللي عندها أولاد، اللي عنده بيته، اللي عنده حياته، فما كناش ده طبيعي إن احنا مش هنحضر لأن كل واحد ملزوم ببيته، فما كناش بنحضر. معظم أنا عن نفسي ما كنتش بحضر حتى يوم الجمعة ده، معظمه ما كنتش بحضره كتير جدا. في بداية الجامعة كنت فرحانة طبعا بالجامعة، فكنت بروح في الأول، بعد كده بطلت أروح عشان ولادي والدراسة والكلام ده. وكانت ساعات الامتحانات بتاعتي بتوافق امتحانات ولادي، يعني يا دوبك هم آخر يوم امتحان ليهم كنت أنا على طول تاني يوم أو تالت يوم بامتحن أنا. فطبعا كان صعب على الناس ان هي تروح وتحضر، فكنا بنيجي نضغط على الدكاترة بقى في اخر اسبوعين، يعني اخر 15 يوم قبل الامتحان ب 15 يوم بشهر بالظبط. ضغط بقى، تخيل بقى تاخد ترم بحاله، او ترم في حاله تاخده في 15 يوم، ده صعب يعني. انت تاخده بدل ما تاخده كنت بتاخده في كام شهر، يشرحوا لك الدكاترة في كام شهر، فانت الدكتور بيضغط على نفسه عشان يوصل لك المعلومة الصح عشان تقدر تخش الامتحان وتحل صح. والنتيجة الحمد لله بفضل الله كانت ممتازة بصراحة. هنا طبعا كانت بقى بدأت الأغاني، وكنا بصراحة ربنا اليوم بالنسبة لي مش قادرة أوصفه، يعني أنا نفسي مش قادرة أوصف اليوم. كنت فرحانة جدا بنفسي، فرحانة إن أنا بدأت خطوة، والحمد لله الحمد لله بفضل من ربنا ما رجعتش فيها. الحمد لله أنا واخدة عادة على نفسي، الخطوة اللي باخدها في حياتي ما برجعش فيها، بكملها. أخدت على نفسي العادة ده من بعد ما بقيت عايشة لوحدي بولادي، إن خلاص الخطوة اللي هخطيها في حياتي فأنا قدها إن شاء الله بعون من ربنا. فأنا الأب وأنا الأم وأنا الراجل وأنا الست وأنا كل حاجة، فهكون قدها وهكون قادرة إن أنا يعني أتخطى أي صعوبات. فالحمد لله ربنا كرمني وتخطيت فعلا صعوبات كتير بان انا اقدر اكمل، دي حاجة كويسة جدا، كانت بتفرح ناس كتير جدا. لما كنت بقدم مثلا في شغل ولا حاجة والناس تعرف ان مثلا المديرين ان انتي بتكملي تعليم مفتوح، فلا انتي ممتازة، انتي حاجة جميلة ان انتي تعملي حاجة زي كده، ده انتي ممتازة. قادرة تكملي وتوفقي بين بيتك وحياتك وشغلك، فمتوقفيش حياتك. يعني أي ست قادرة توفق بين بيتها وحياتها وشغل بيتها وشغل بره، لو بتشتغلي مثلا بره وقادرة توفقي فما توقفيش حياتك، بل بالعكس. آه، كوني ليكي هدف. يعني لما نكون عايشين على هدف ونحققه، احنا مش عايشين يا جماعة عشان ناكل ونشرب ونروح ونخرج ونتفسح وبس. هدف ليكي، لازم يكون لينا هدف، كل واحد فينا ليه هدف في حياته نفسه يحققه. انا خدت بكالوريوس تجارة ادارة اعمال، او سيان تجارة، او تجارة محاسبة، يعني ايا كان الشهادة اللي انت خدتيها، فانت خدتي شهادة اعلى من اولادك، يعني شهادة عالية، فاهميني؟ ولا قصدي ان انا خدت شهادة بكالوريوس، فاولادي بقى يبصوا لي بنظرة ايه؟ والدتنا ماما فانت متعلمة يعني اعلى، يعني جايبة شهادة كويسة، بكالوريوس تجارة إدارة أعمال، أو بكالوريوس تجارة محاسبة شعبة محاسبة.
فولادي يبصوا لي ان انا معايا بكالوريوس، ما يبصوليش ان انا واحده جهله. ولادي يبصوا لي ان انا واحده متعلمه، ان انا اتعلمت كملت على كبر كملت. فانت لا، انت قدامك الفرصه. لو انا ما كانش قدامي الفرصه ان انا اكمل تعليمي، فانت قدامك الفرصه. انت يعني عايزين نخلي ولادنا يا جماعه، والله العظيم معظم الاولاد فعلا مش فاهمه حته زي دي. انا ما لقيتش حد يساعدني ان انا اوصل للمرحله اللي كان نفسي اوصل ليها من زمان، اللي هي اللي انا فيها دلوقتي. انا ساعدت نفسي لما كبرت. لكن انت صغير وقدامك الفرصة، وقدامك اللي يقف معاك، وقدامك اللي يساعدك، وقدامك اللي يحفزك ويصرف عليك كمان، وانت اللي رافض ان انت تكون حاجة، هترجع تندم. اللي ما عملش كده هيرجع يندم. لان احنا في وقت بلد الشهادة فيها مش الشهادة بس، التفتيح الدماغ كمان، الفهم. هنا كنت بتكرم انا وماما. بصوا ماما طلعوا دكاترة معانا على المسرح او على الاستاجيوم فوق، ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها يا رب، ده صحة. كانوا مبسوطين جدا بيها بصراحة. الدكتور بينزلها بنفسه. وعيطت بقى بصراحة، وكانت مبسوطة جدا. فاولادنا فاهمين غلط. الاولاد يا جماعة والله العظيم فاهمين غلط. انت دلوقتي لقيت حد في ظهرك وهيساعدك ويصرف عليك. هي مش مسألة شهادة. في ناس تقول ايه ده بقى، دي بقى الناس اللي ما بتفهمش حرفيا. الشهادة بتتباع، ممكن نشتريها. طب ما انت هتشتري الشهادة، بس العقلية فين؟ الشهادة اشتريتها بفلوس، بس العيل طالع ايه؟ مش متربي، طالع مش محترم، طالع مش كويس. ما هو اللي اتعلم هيتربى. الناس فاهمة غلط ان الولد او البنت اتعلمت فكده كده هو ايه؟ التعليم هو التربية. هو احنا ولادنا بتتربى بالتعليم، احنا هنعلمهم فهنربيهم كويس فيبقوا كويسين فيسمعوا. عودت ولادي ان هم يسمعوا من الاكبر منهم، عودت ولادي يحترموا الاكبر منهم. ده التعليم. هي مش مسألة بس ان انا راح اخد شهادة. هي مش ما اخدان شهادة والله. ومش اللي هو اروح اشتري شهادة عشان اشتغل بيها. هي مش كده. هو التعليم، هو انا طلعت ليه كملت تعليم؟ كملت تعليم على فكرة مش محتاجة الشهادة في حاجة. والله العظيم ما كنت محتاجاها في حاجه. الشغل دلوقتي بيحتاج الشهاده، بس انا وقت ما نزلت الجامعه انا ما كنتش موظفه يعني في شركه عشان انزل مثلا ادور على شغلي، فالشغل هو اللي محتاج الشهاده. لا، انا كملت عشان نفسي، عشان اتعلم بقى، اتعلم من الناس، افهم، اسمع، اعرف اتعامل مع الناس. يعني اطور من نفسي، تطوير من نفس. اتعلمت عشان اطور من نفسي. فكون ان انت بقى فاكر ان الشهاده بتشتري لا، احنا ممكن نشتري الشهاده. طب انا تشتري الشهاده بس عيل بايظ وفاسد وفاشل، هتشتري له ايه تاني؟ هتشتري له تربيه؟ هتشتري له ان هو يكون متربي؟ لا طبعا. هو لو انت علمتي بنتك او ابنك ان انت تكلمي ت... اهم حاجه تهتمي بيها دروسك. مش اي بنت تقفي تتكلمي معاها، متمشيش مع اي حد وخلاص. في احترام للاكبر، الخال، الاخت، الاخ. تحترم اخوك الكبير، في احترام للكبير. اخوات بس في احترام الاخ. احترام لنفسي. اكون مثلا اخاف ربنا قبل ما اخاف من حد. اعمل الحاجه دي خايفه، ببص كده ان في حد رقيب عليا قبل ما اكون الناس تراقبني. يعني قبل ما اكون الناس مراقبه عليا في ربنا. فانا خايف من ربنا. الطفل لو طلع او البنت او الولد طلع، فانا خايف من ربنا قبل ما اخاف من الناس. فالعيل هيطلع متربي فعلا. العيل لو حفظ قرآن، صلى، صام، عارف دينه. احنا والله العظيم يعني ربنا يعيننا على الجيل اللي طالع بجد. جيل طالع دماغه حاجة تانية خالص. والله احنا ما كنا كده ولا هنكون كده. يعني انا افتكر ان احنا كان زمان اقسم بالله ما فيش اللي انا بشوفه ده المدارس دلوقتي. الواحد بيودي ولاده الصبح المدرسة بيبقى خايف، يعني بيبقى خايف على البنت فعلا. والولد الواحد بيبقى يعني موديه وعارف ان هو زي البنت. دلوقتي مفيش حاجه اسمها ولد وبنت. الخوف بقى على الاتنين والخطر بقى على الاتنين. ففعلا ربنا يعافينا من الزمن اللي احنا فيه. وفعلا هو الاساس في البيت. لو اسست صح في البيت، ربيت صح، فهترمي العيل في اي حته، في اي مدرسه هتلاقيه متربي ومتعلم. فانت اسس وربي صح في البيت. اسس في بيتك وربي في بيتك، وعلم الدين والقيم والاخلاق في بيتك قبل ما تطلع العيل مدرسه. التعليم الشهاده ملوش اي علاقه بالتربيه على فكره. نكون اخد شهاده واكون عيلي مش متربي، ما هو معاه شهاده ومش متربي.
او ما معهوش شهاده ومتربي. لا، هو لازم ياخد الاتنين، مفيش حاجه اسمها معاه شهاده ومش متربي، او مش معاه شهاده ومتربي جاهل بس متربي. لا، الاتنين. عودي العيل ان ياخد الاتنين. بص لهدفك ان انت تكون في المرحله، تكون معاك الاتنين. انت طالع مش نازل، انت بتطلع مش بتنزل. عود عيلك ان يكون ليه هدف في الحياه يحققه. ان انت مش عايز بس عايش في الدنيا دي علشان كل اللي مطلوب واللي انت عايزه هو اللي يبقى مجاب بس. حق عليك فين؟ انا حقي على ابني ولا بنتي فين؟ في تعليم ولا تربية؟ انا حق عليك فين؟ انت عايز وعايز وعايز، بس انا حقي فين؟ اديني حقي. انا بقعد اقول لبنتي كده قسما بالله، بقعد اقول لها اديني حقي عشان اديك حقك. لما تيجي تطلب مني حاجه اقول لها طب انت تديني حقي النهارده؟ تقول لي حقك ايه؟ اقول لها حقي اللي هو رحتي درسك، ذاكرتي، كتبتي واجبك بتاع المدرسه، كتبتي واجب الدرس، هو ده حق عليكي. وبعد كده اطلبي حقوقك. انا مش بطلب منها حاجه تديها لي، انا بطلب منها حق علي ان انا هفرح بيكي في الاخر. لما اشوفك حاجه كويسه انا هكون مبسوطه، فده الحق ليا. وفي نفس الوقت دي حاجه، دي حاجه اكبر منك. بقعد اكلمها كده قسما بالله على طول. فترجع تقول لي انا مديكي حق. تيجي في مره بقى مثلا خلصت بقى كل اللي عليها، انا مديكي حقك، فين حقي بقى؟ وتقعد تهزر معايا كده. ففين حق انا بقى في امي واب فين حقوقنا احنا؟ انت عايز فين؟ احنا ادي بقى لامك وابوك حقهم. يا رب كده يفرحنا باولادنا ونشوفهم في احسن المراكز واحسن الشهادات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش تقلت عليكم. و تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلو من قلبكم. استودعكم في رعاية الله.